كلي الوحوش، على رزقك لا الوحوش، سبحة وبوصة وربك كريم. الله أكبر. بوسة أبو الشراغيش اللي بيدي جامد وما بيسميش. الله أكبر. صياد سمك، لفظ عام مطلق، رياضة صيد أسماك. اللي يخصنا النهاردة حقيقة العدة، عود التسقيط، عود التشويح، عود الكاستنج والأعواد الكتير دي كلها، عشان المبتدئين بيجيبوا عدة كتير ما بيستفادوش بيها. الحقيقة كاملة، خليك معانا. حقيقة أعواد صيد الأسماك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة أحمد شرغوش، أهلا وسهلا بكم. موضوع النهاردة بعمله عن أعواد صيد الأسماك، سواء مياه عذبة أو كان بحر. أنواع الصيد كتير، هركز فيها النهاردة على جزء يخص 90% من الصيادين، اللي هو السيلف كاست، التشويح، اللي هو الكاستنج والتسقيط. دول بيستخدمهم اهم 3 نقاط في 90% من الصيادين عندنا. اختلاف الاعواد، انا هعمل تشويح فهجيب عود تشويح، هعمل كاستنج هروح اجيب عود كاستنج. طب العود كاستنج 10 30 وعايز عود 10 40 وعايز عود 20 50 وعايز 30 60، اعواد كتير. طب انا عايز اعمل تسقيط، اروح اجيب عود تسقيط، عود تسقيط للوعر وعود تسقيط للغرق، وهجر جر خفيف فاروح اجيب عود. شفتوا العداد بقت ياما ازاي؟ حقيقه اعواد الصيد هي الموضوع بتاعنا النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا في الاول نقوله ان عود التسقيط او عود الصيد عامه، خلونا في المجمل الاول. عود الصيد عامه ممكن يكون ده اسمه عود اريال. اريال يعني بيتفتح من الداخل. وممكن يكون معايا نوع تاني اسمه تركيب، يعني بيتركب قطعتين. خلاص، يبقى عرفنا ان في عود اريال وعود تركيب. عايز اقول لحضرتك حاجه، اي عود حضرتك بتروح تشتريه وارد بيبقى مكتوب عليه بيانات. خلونا صراحه، البيانات دي لو العود ده براند او طالع من مصنع براند او ماركه، بتبقى البيانات مظبوطه وانت بتمشي عليها وبتقرا البيانات، وهنوضح لك كل حاجه. طب وارد ان العود اللي معايا حاجتين، يا اما بياناته مش مظبوطه، يا اما وارد ان جاي لي عود من غير بيانات، سواء جالي عود ستوك او عود استعمال او عود بياناته تكون اتمسحت. لو حد صاحب خبره، انا لما بيجيلي عيدان استوكات بطلع اقول يا جماعه العود ده براند وماركه محترمه من خلال نظرتي للعود. العود ده يعمل 1 2 3 4. كانت في ناس تقول لي يا عم احمد ده عود كاستنج، ازاي عمل كذا وكذا وكذا؟ طيب النهارده في الفيديو وبالدليل هثبت لكم الكلام اللي انا كنت بقوله صح. العود طالما بياناته بيتوافر فيها شروط نوع الصيد اللي هتعمله، هيعمل نوع الصيد بمنتهى الكفاءة. كله النهارده في الفيديوهات، وواحدة واحدة ما تجريش هتستوعب، وهيغير فكرتك في شراء أعواد الصيد خالص. ممكن بمجموعة أعواد صغيرة تعمل مجالات الصيد كلها، أو 95 أو 90% منها. تعالوا الأول نشوفوا يعني إيه بيانات. كل عود من أنواع الصيد بياناته بتتلخص في الآتي. بسم الله الرحمن الرحيم. كاست ويت بتلاقيها سي دبليو، بيرمي من 30 جرام ل 125 جرام، أو بيرمي من كذا لكذا. ده اسمه أكشن العود، وملهاش علاقة بقوة العود، وده اللي كنت بقوله. يعني لو عود بيرمي ب 10 30 وعود بيرمي ب 100 200، انت مفكر ان العود اللي بيرمي بال 100 ل 200 جرام اقوى من العود اللي بيرمي ب 10 30، ودي بكررها لكم لمرات كتير غلط. ده اكشن العود، يعني حركة انحناء العود بالوزن اللي بيتحط عليه، ملهاش علاقة بقوة العود.
واكبر دليل ان قلت لكم احلى عيدان بستخدمها في التسقيط ال100 وال200 عيدان كاست كان مكتوب عليها بيانات 10 جرام 30 جرام. يبقى انا عايز اوضح لك نقطه مهمه. اول حاجه ركز معايا، بيانات العود الكاست ويت بنقراها بيقول لك التزم بالعود ده يرمي من كام لكام، اكشن وحركه العود سواء بالرصاصه او كان مكتوب عليه مش كاست ويت لور ويت، يعني ده عود كاستنج ملوش دعوه، ما بيتحطش عليه رصاص، بيتحط عليه لور. فاللور بتاعه كده ليه؟ ده اللي بيخلي لك الرصاص او اللور اللي بيتحط سواء كاست ويت او لور ويت يحدف صح بالمسافه المطلوبه والعود ما يتكسرش منك. بعد اكشن العود اللي هو الكاست ويت او اللور ويت بتيجي حاجه تانية اسمها ايه؟ الباور، يعني تحميل العود. العود ده يشيل اسماك في المنظومه اللي بتعملها ونوع الصيد من كذا لكذا لو استخدمته استخدام صح. ودي ما بتبقاش مطلقه، يعني لما تلاقي عود مكتوب عليه من 10 ل 20 لبره، اللبره تقريبا نص كيلو، يعني ال 20 لبره 10 كيلو. ممكن انا اخد على العود ده سمكه 15 كيلو. طب ازاي وكان تحميله 10 كيلو بس؟ لان انت حضرتك حطيت على العود مكنه وحطيت بريد وحطيت له ليدر، كل ده بيزود قوه. هو انا لما بزق لوحدي غير لما حضرتك تيجي تساعدني وتزق معايا، كل ده بيزود من قوه تحميل العود. الحاجه التانيه اللي بتزود من قوه تحميل العود استخدام حضرتك انت، مفيش حاجه اسمها عصي على عصي. تعال نرجع لنقطتنا. انا لو عايز اركز النهارده على التشويح اللي هو السيرف كاست والكاستنج والتسقيط، دول 3 نقط بيعملهم جميع الصيادين فينا. مفيش حد فينا ما بيطلعش تشويح. صحابه مره يقولوا له طب ما تيجي نطلع تسقيط، طب ما تيجي نعمل كاستنج شاطئ او مركب او جر خفيف. اعواد التشويح تبدا حضرتك تجيب عود يبدا معاك من وزن خفيف في البحر المتوسط عندنا لغايه ال 100 ل 125 حلوه قوي لو انت مبتدئ. ليه؟ لان لو عملت فله شمندوره على السمك العايم اللي بيجي عندنا الزنجاريه والميره والجلنفيش، هتحتاج العود بتاعك ترمي بيه برصاصه 30 وفله شمندوره. البحر مريح سواء في الشتاء او في الصيف، سواء في النوم او في الملاتم بعد الملتم وبعد النوم، تمام؟ هترمي بأحرى مريح 40 50 60 على 80 100. اما ال 125 ارمي بيها. ال 200 دي هلكه للعود ليها حاجات معينه والعود بتاعها بيبقى عاصي. طيب نرجع الاطوال. اجيب ايه؟ معاك من اول العود ال 63 4 4 ونص. يخليني اعمل تشويح؟ تعمل تشويح. شغال معاك 63 93 4 4 ونص. طب الاعواد يا عم احمد 5 دي ليها وجهات تانية وشغل تاني. انا بكلمك كمبتدئ تشتغل بالعود. هتجيب عود بياناته متوسطه، قلت لك تبدا من اول ال 30 لل 125. طب العود ده يخليني اعمل ايه؟ يخليك تعمل حاجات كتير. خلاك تعمل فله شبندوره، وخلاك تعمل فله مجنون، وخلاك تشوح برصاص 40 و50 و60 و80 و100. لو انت جبت عود 100 200 خلاك ترمي بال100 وبال200 بس، لان بعد كده ما بتحسش بالعود ولا بتحس بضرب السمك ولا بتحس بحاجه خالص. عود كاستنج دي بقى هنا نركز. يقول لك انا جايب عود 10 30، لا انا معايا رول 35 فهجيب رول 30 40. بص يا برنس، ممكن عود تعمل بيه حاجات كتير. افضل عيدان قلت لكم بنطلع بيها التسقيط يا اما اريال محترم مفرغ يا اما عود كاستنج 10 30. ده مثلا عود كاستنج. تعالى بقى البرهان والدليل. قبل ما اخش لك في البرهان والدليل عايز اقول لك حاجه. كان بيجي لي اعواد استوكات، يعني استعمال او وارد خارج. خلونا نركز في نقطه معينه. سواء كنت بتشوح او هتسقط او هتعمل كاستنج، عايزك تركز في نقطتين 2 مهمين عشان انت مبتدئ او كنت محترف هتعرف ان النقطتين دول اهم حاجه.
مطالب بحاجتين في العود: حساسية ومرونة وقوة. حساسية ومرونة عشان لو انا بعمل تشويح احس بخبطة السمك. حساسية ومرونة عشان لو انا بسقط السمك يضرب يعلم معايا في العمق اللي انا نازل فيه البعيد ده فاحس بالسمك. وفي الكاستنج عشان الحساسية والمرونة احذف اللور للمسافة المطلوبة. خلي بالك انا بقول لك البيانات والمنظومات بشغل بلدي وبطريقة بلدي عشان كله يفهم. لا عايز اقول لك لور ويت ولا كاست ويت ولا تمام. يبقى حساسية ومرونة وقوة. ليه؟ عشان الحساسية ان انا استقبل السمكة، وقوة لما اضرب السمكة وتحضر اعرف اطلعها، سواء كده الكلام على التسقيط والتشويع والكاستنج. ساعات تمسك يقول لك ايه، هتعمل تشويح فهات حلة طويلة وعود 4 متر ونص عشان تحدف بعيد. طيب ممكن اسأل حضرتك سؤال؟ قبل ما تطلع الحلة الطويلة دي اللي احنا ما حضرناهاش، احنا معصرينها اهو عارفينها، وانا ببيع العدة وكلها وفاهم كل حاجة بتقول ايه، ولكن ما اشتغلتش بيها زمان، اشتغلت بيها دلوقتي. طب زمان العتاولة بتاعت زمان دي كلها ما حدفتش بعيد بالحلة العريضة؟ الإجابة طبعا لا. ليه؟ لأن مش الحلة الطويلة بس هتبقى مطلقة اللي تخليك تمسك مكنة حلة طويلة تحدف كده تبقى بعيد. لا، اللي يقول لك كده بيضحك عليك. دي منظومة كاملة. يعني إيه منظومة كاملة؟ ما فهمناش حاجة. هقول يعني أنا لو ماسك مكنة حلة طويلة وعود 4 متر ونص بيحدف بعيد لأبعد المسافات زي ما بيقول، وحضرتك محترف وأنا مبتدئ، جبت حلة أنت بقى حضرتك كمحترف وانا مبتدئ معايا ايه العده المظبوطه اللي بنقوله عليها، تمام؟ وانت حضرتك معاك مكنه عاديه وبوصه عاديه. انا بقى جيت حطيت ايه؟ شعر 45 او 50، والعود بتاعي اخره رصاصه 80 وحاطط رصاصه 125. مين هيحدف ابعد؟ المحترف اللي معاه العده العاديه. ليه؟ لان الشعر اللي انا حطيته وقف مقاومه الهواء للمنظومه دي كلها فما حدفش بعيد. يعني عايز اقول لك ان التشويح شعره 35 مكنه عاديه، سواء كانت حله طويله حله عريضه، والعود ملتزم بالكاست ويت بتاعه اللي هو الرصاص من كذا لكذا. ده هيخليك تحدف بسرعه. مش شرط تكون الحله طويله، مش شرط. دي وجهه نظر ومعلومه صحيحه من خلال خبره. واكبر دليل ان كلنا زمان عملنا ابعد المسافات بدون الحله الطويله. الامكانيات بتساعد، ولكن خليك بقى هنا عادل وناصف. يعني ايه عادل وناصف؟ يعني ما تقولش ما ينفعش، قول يفضل. ما يجيليش واحد مع عود واقول له لا 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 مش هينفع، لا اشتغل بيه واعمل بيه هيشغلك. واما يبقى معاك هات الافضل الاحدث اللي هيساعدك، زي التليفون اللي مع حضرتك الامكانيات اللي فيه مشغلاه. في تليفون اعلى انت مش محتاج الامكانيات اللي فيه، تدفع فيه فلوس ياما ليه؟ الكلام بتاعي ممكن يكون بيزعل ناس ياما. انا تاجر خلي بالك، انا عندي جروب وببيع فيه عده، ولكن البيع ملوش علاقه بالمعلومات الصح والتعليم الصح، لان ده رزق وده علم لازم نعلمه صح. دي امانه ودي امانه. تعال بقى للدلائل بتاعت النهارده. الحمد لله قلت لكم قبل كده كتير والناس اعترضت واثبتها بالدليل. عود بيجي لي من بره كده، ده عود معمول في بلاده ان هو يبقى كاستنج وبياناته كاستنج. طب هو قصير لان عيدان الكاستنج عندنا لازم تشتغل من اول 42 72 3 63. بره عشان هم ميه عادبه بيعملوا فيها كاستنج وانهار، بيشتغل عود الكاستنج معاهم من متر ونص. طب لما تجيلي انا الاعواد دي اعمل بيها ايه؟ فكرت وشغلت دماغي ولقيتها مهمه جدا في تسقيط الوعر. طلعت في الفيديوهات قلت لكم يا جماعه العود ده جاي من بره، عود كاستنج قوي جدا، حساس جدا، مرن جدا. شفت المعلومات اللي كنت بقول لك عليها؟ اشتغل بيه تسقيط ونزلت، وهنزل لكم فيديوهات
بكده. ادي فيديو لعود كاستنج بيرمي ب 25 جرام، مرن جدا، ريشه وقصير مع محترف. خش اتفرج على الفيديو اهو ونرجعه تاني. بيشغله تسقيط وعر واخد عليه سمك، الله اكبر. وزيت ابو الشرابيش اللي بيدي جامد وما بيسميش. الله اكبر. وارجع تاني بسم الله الرحمن الرحيم واقول لك ان لما يبقى في عود جيك اعمل بيه جر خفيف. طب ازاي؟ العود اللي اديته للريس حسام ده اساسا كان عود جيك، ما كانش بفلوس اصلا. العود ده كان ايامها ثمنه عامل 160 جنيه. من كتر حلاوته لما اشتغلوا بيه جر خفيف وضربوا بيه سمك خلص العود من عندي، وبندوروا عليه دلوقتي مش لاقيينه عشان ما كانش بفلوس وعمل الوظيفه. سلطت الضوء عليه طلع منه امكانياته العاليه. خش اتفرج. وعود احمد شرغوش حجم عائلي. الصلاة على النبي. بلو يا ريس، قول بلو عود شرغوش. ما شاء الله. 15 سم العود بتاع احمد شرغوش، الله يبارك لك. ومدركايه بسم الله ما شاء الله، استفتاح الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. ارفع السمك، ارفع بقى السمك. اوعى تتعب. قبل ما اقفل الفيديو واقول لكم اشوفكم على خير ان شاء الله لو ليا عمر في فيديو جاي ومعلومات جايه، عايز اقول لك حاجه اللي تطلع بيها. وظف العود معاك صح واستفيد ببياناته في حاجات كتير. ما تجمدش نفسك ان ده عود تسقيط وده عود سيرف وده عود تشويح وده عود جيج وده عود بوبينج. لا، شوف العود امكانياته ايه وقوته وتحميله ايه واكشنه وباوره ايه واستخدمه في وظيفه تانيه. ابتكر، شغل مخك، ما تخليهاش قوالب، لان الصيد ملوش قاعده ثابته. بياع الطيب اللي مشترك معانا على القناه ومش معانا على الجروب، انا عندي جروب اسمه جروب احمد شرغوش بنبيعوا فيه عده، ممكن يشرفنا عليه على الفيسبوك جروب احمد شرغوش. هحط لكم صورته اهو. واللي معانا على الجروب ده يخش على القناه يشترك عشان تتابعونا. اشوف وشكم بخير. احمد شرغوش بياع الطيب.